انه الفرحه ديال التاهل الى كاس العالم جات من المغرب، ونبقاو كل مره نفكركم بها. فهمت؟ نبقاو نمنوا عليكم كل مره تهضروا في شي حاجه كره، نقول لكم راه لو كان ما كانش اللعب في كازا ما كنتوش غتاهلوا. ما بغيتوش تربحوا، واش غدير؟ دابا الا سجلتوا شي هدف ما نعرف، لا غينيا بغات تتغلب، لا نتوما بغيتو تغلبوا. هادو كيضيعوا، هادو كيضيعوا، وشي فرص ضائعه ما تماش. المهم ما عليناش. غينيا زقلات شي 3 ولا 4 ديال الصحاح، والجزائر حتى هما زقلوا عاود شي 2 ولا 3 مدرقلين. العشب واعر احسن ما كاين. الملعب داك الشيء اللي كدا، لوطيل ارتحيتو في احسن اوتيلات، فين يبان شي لاله خديجه. التداريب في احسن ما كاين. ايوا ما بغيتوش تغلبوا صاحبي. لا كنا بغينا واش الا ما ربحوش هذا الماتش ما يتاهلوش؟ لا مازال غادي يبقاو لهم 2 لي ماتش وحدين اخرين غادي. لا هما شوف، هما 90% غيتاهلوا 90، ولكن حنا بغيناهم يتاهلوا هنا. فهمت؟ علاش كنقول لكم بغيناهم يتاهلوا هنا؟ هما 90% غادي يتاهلوا، الا غادي تجيهم لك اللعنه ديال ايكامبي عاود ما نعرف. لاعبين في الجنه، لاعبين في المغرب، واه مالك؟ والله ما يلقاو شي بلاصه يلعبوا فيها بحال هذه تما في الجزائر، واخا يقلبوا بالريق الناشف. لا الرمزيه ديال الملعب ولا الارضيه ديال الملعب، ولا الملعب كيفاش ولا الظروف ديال الاقامه، ولا راه شفتوا داك المراسلين ديالكم كيدوزوا لوطيل وكذا وهادي. كنشوف الجماهير الجزائريه كلها كتقول يا سلام. حيدوا علينا صاحبي هذا الشيء ديال التحديات، دابا حنا جايين نتحداو بعضياتنا. ما عليناش، هذا موضوع. المهم حتى نشوفوا النتيجه من بعد ونقدروا نضحكوا شويه مع خوتنا اللي يعني المحبين ديال كره القدم في الجزائر، نطنزوا معاهم شويه بعد حتى الغدا، حتى نشوفوا شنو غيديروا في هذا الماتش هذا. الموضوع ماشي هو هذا الاخوان. اللايف اللي تحل اليوم، اللي حليت اليوم، هو في الحقيقه الجزائر سجلت. صافي الا سجلت الجزائر مزيان باش كل مره نبقى نفكروهم بها، نقول لهم ودي افراحكم كما قال لهم لو جينيرال دار واحد التدوينه واعره. مازال ايوا الدراري دابا شي اللي بانت له يضحك علينا يدير لنا هنا تعليق هنايا. المهم لو جينيرال دار واحد التدوينه واعره، قاست بوسبير في الصاميم. مصطفى بوسبير مشى كيقراها، قال لهم هذا خصو يتابع. كاينش اللي خصو يتابع قد كابو سبير. مصطفى بوسبير ابو السبائر، راه وجدت لك شي مقاطع عندك والله الا غير ديال الحبس تما في ذاك الجزائر. بالله والله الا غير ديال الحبس، بهدلتي بداك النظام وبهدلتي بداك درتي واحد المنزلقه تعاود، بصح ماشي اليوم ولاد عمي بنات عمي. البارح واحد الانسان سعر، البارح واحد الانسان اثبت مره اخرى على انه يعني كارثه عظمى، كتله عقد نفسيه. والمشكل انه كل مره كنصحو كنقولوا ودي راه ملي كدير دوك لي رياكسيون كتبان بانك انسان يعني مسكون ومقروص ومهووس، ما كيسمعش النصائح نتاعي، ما كيسمعش النصائح نتاعي. الاخوان بزاف نتاع البارطاج، لان غادي الى سعفني هذا التليفون هذا غادي نقدر ندوز بعض المقاطع اللي غادي نتكلموا فيها مع هاد خونا في الله. وهذا غنديروا غير قنطره، ماشي الهدف ماشي هو نرد عليه هو، لا غادي نديروا قنطره بكل بساطه. غادي نديروا قنطره وكنقولها له انا الحاجه ملي كنكون يعني عندي شي استراتيجيه ديال الخدمه على مستوى شي رسائل معينه كنقولها. ما غنجاوبوش هو عبره كقنطره غندوز به رسائل كبيره وكثيره لبزاف نتاع الاطراف، غادي نبداو من هاد خونا هاد خونا كنت كنستنى امتى غادي يعبر على داك الحق ديالو مره اخرى. وقتاش ما كانت شكون ياسر كولايور، وقتاش ما كان شي ايفينمون، وقتاش ما كانت شي حاجه مهمه، شي حاجه اللي كنحضرها انا كسعيد برنوس في بلدي الحبيب العزيز
مستمتعا ومتمتعا مع أبناء وطني وبلدي، ومساهما بطريقتي التي تعرفونها جيدا، فأنني نكون حاضر على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وننقل لكم بزاف نتاع الحاجات. في كل مرة كتوقع شي حاجة بحال هذه يخرج بعدها بيومين أو 3 أو قبل ذلك مسعورا. البارح هو كان بدا قبل البارح، كان طلع عند زارا ومشى عند شي وحدين، كيبين على داك القرصه، ماشي قرصه، داك العقده ديالته، وكملها البارح في اللايف نتاعو. الاكاذيب والاباطيل التي اثبتت على انه فعلا كائن اللي من السهل جدا انك تعيش في حسرة دائمة بوحدو، زعما ما دير حتى شي مجهود، سير خدم شغالك، سير عيش حياتك، غدوكيمونتي تال و تال شوز، غادي يحبس له المخ. غادي نسمع لكم شويه وغادي نمشيو شويه بشويه في اللايف، ستيب باي ستيب. علاش كنقول هو؟ لان شي وحدين اخرين هذوك بعدا ما نعسوش، هذوك 16 ساعه 18 ساعه 20 ساعه يوميا، ضرباتهم الدهشه والسيناريوهات وكذا وكذا وكذا. غادي نبدا من واحد الحاجه الاخوان، غتكونوا شفتوا دابا في هذا الكونت اللي عندي، درت تحياتي خالد الحي، درت النشيد الوطني، نقلت النشيد الوطني في اللحظه نتاع العزف ديالو المنتخب ودوزت الجماهير وساليتها عندي. شفتوا الفيديو عندي في تيك توك في هذا الكونت هذا الكبير هذا، الا ما شفتوش من اللي غيصلي اللايف سيروا شوفوا مزيان. حطيته ايضا ستوري في الفيسبوك، حطيته ستوري، وحطيته ستوري في تيك توك، وحطيته ريلز في تيك توك. مزيان. ستوري نتاع فيسبوك كتحبس في دقيقه، عندها دقيقه، يعني تصور ريلز فيه دقيقه ونص، هو غيدوز لك غير دقيقه. مزيان. حطيتي فيديو فيه 2 دقائق، غادي يحط لك هو دقيقه. هذاك الفيديو اللي حطيت انا فيه دقيقه و4 ديال السكوند، يعني 4 نتاع السكوند مشات، بقات غير دقيقه. في تيك توك لا، في تيك توك كيحط داك الشيء كامل كيما حطيتيه، الفيديو كيما حطيته كيحطو، سواء في الريل سواء في الستوري. هو ما مشاش يشوف ديال تيك توك، ديال تيك توك اللي شافوه 35,000 في اقل من 24 ساعه، ما شافوش، هو ما بغاش يشوفوا. الستوري نتاع تيك توك ما شافهاش، مشى لهاديك باش يقول لهم بانه ابرنوس وصل النشيد الوطني لله الوطن، ما بغاش هو يقول الملك. ابرنوس ما بغاش يقول الملك. شفتوا اللعبه ديال الخبثاء؟ كاين شي خبيث اكثر من هذا في تيك توك؟ لمن يسالني علاش سعيد مازال مره كتستعجب وكتستغرب في هذا الحقد الاعمى اللي وصل له هذا السيد، هذا المرض النفسي اللي وصل لدرجه انه مستعد يورطك على المستوى المشتركات ديالكم، المقدس ديالك الوطنيه، غير باش هو يشفي الغليل ديالو. وهذا الشيء نقلوا من عند هذوك ديالو اللي دابا ولا كيتهرب منهم ولا كيدير راسو مستعر منهم وهارب منهم، نقلوا من عندهم، لانه ما عاود بنفس الاغراض. وهذه اللعبه هذه راه داروها باعترافهم الاخوان، باعترافهم، هذه تقريبا واحد 3 ايام اعترفوا على انهم حطوا باطل على واحد السيده لمده 3 سنين، وورطوها مع صاحب الجلاله، عاود بان داروا عليها باطل بانها
تطاولت على صاحب الجلاله، على الملك. وعاد يلاه اعترفوا هذه 3 ايام 4 ايام لاسباب، اعترفوا حقا ما كاين والو، حتى غير حطينا الباطل في اطار التدافعات التيك توكيه، في اطار اللعبه التيك توكيه. يعني كيلعبوا في تيك توك بليماج نتاع صاحب الجلاله. هادو ما خصهمش المتابعه، هادو ما كيقلبوش على المتابعات. هاد النوع اللي كيلعب في هاد بهذه الطريقه هذه الخبيثه والخبيثه جدا ما كيقلبش على المتابعات. لو الواعره كاع قال لهم البارح كدا وهادي وباغي يدخلني للحبس. شكون باغي يدخلك للحبس؟ علاش انت مشيتي للحبس ديريكت؟ علاش انت في اللاوعيه ديالك ولا الشعور ديالك بان لك الحبس؟ كاين القانون، كاين المتابعه، راه تقدر تخرج بريء، تقدر تخرج بريء الا كانت متابعه قانونيه. يعني انت عارف القضيه فيها الحبس، شتي ملي كيتكلم لا شعور ديالك، عارف انك درتي الزبايل وماشي ابرنوس اللي كيدخل الحبس. ابرنوس ما كيدخل، ما كيخرج، ما كيزمر، ما كيزفت. وما تلصقهاش في ابرنوس وما تقولش راه بسبب ابرنوس، لان مازال ما شتيش السي رمزي وشنو دار هنا في المغرب. هنا مازال ما شتيش الصقر الغرباوي شنو دار هنا في المغرب. هنا القانون ابن عمي، فهمنا؟ وهذا الشيء نتاع رمزي عنده عامين، وهذا الشيء نتاع الصقر الغرباوي عنده عامين وزيد لهيه. يعني يا برنوس هذا الشيء اللي كيقولوا ما نبعد ولا يذكر الا بما ارتكبتموه مما قد يكون قانونيا جرائم. لذلك داك انك فقدتي كل شيء وباغي تمشي تلوح وتبقى تلوح في الاباطيل، انا غنحبسها لك هنا صافي. ها هو السي الشريف. غادي نمشيو الى الحساب. الموسيقى الاطلس واعره ولا لا واعره بالله. تسير هاد البلاد، سير ابو ليث، نتلاقى مع عبد القادر الروينه. ها هو الاخوان الحساب ديالي، ها هو الفيديو نتاع النشيد الوطني. 42,000.4 اللي شافوها الى حدود الان. 42,4 ألف، 42,400. ما شافهاش السي ياسير، ما شافهاش. إذا هذه يا ياسير كولاسنوس، ها انت في هذه تورقتي مزيان ردها دو كوتي. رغم انه يفترض ان هذا اللايف ندوزها غير على هذه، لان داك الطريقه باش درتي داك اللايف باش تلعب داك اللعبه ديالك خبيثه، وصلتي لانه يعني تحط واحد الانسان باش توهم هذوك الكوانب اللي تابعينك، هذوك الحقودين. راه بحالك شتي داك النوع اللي كيصفق لك جميعهم مرضى نفسانيون. وانا جايك بشويه وغادي نبذ جميع هذوك الناس اللي كيصفقوا لك في هذا العبث اللي كدير مرضى نفسانيون، لدرجه انه بنادم قادر
يسيء الى صاحب الجلاله والى الملك ديال البلاد فقط لانه حاقد على واحد الانسان قادر يحط الباطل. تفهمنا؟ هذه واحد. جوج، ياسر كولايور بالامس لعب لعبه كامله ومن ورائه ناصر الزفزافي. تسعين في المية ديال اللايف المستهدف هو عبد ربيه وراكب على ناصر الزفزافي والصوره نتاع ناصر الزفزافي والرمزيه نتاع ناصر الزفزافي. وبطبيعه الحال ماشي غير هو الكراغله، جمهوريه الريح، سعيد بارصا، وبني هيتك. اتفق بني هيتك والكراغله والريحيون وسلطانه وسعيد بارصا ويوبا بوغديون وياسر كولايور على انهم يقولوا علاش برنوس ما عزاش العائله نتاع ناصر الزفزافي. وبابار، نسيت بابار، اتفق بابار وكولايور وبني هيطك والكراغله والذباب ديال دي ار اس الجزائري والريحيون والبارصاويون والسلطانيون اتفقوا على سعيد برنوس باش يحاولوا يديروا بروباغندا بزاف على هذه الاهميه اللي عند سعيد برنوس. شفتوا كيفاش كنحس انا الان، كنقولها بكل نرجسيه. ابن عمك سعيد برنوس حين يجتمع كل هؤلاء ليتساءلوا ولو بحسن نية عن أمر تفاديته أو قلته أو لم أقله أو فعلته أو لم أفعله، فهذا يعني أن عمك سعيد برنوس وازن. كلامو كيتسناوه، المواقف نتاعو تنتظر. شفتوا الفرق؟ انت شكون سوق لك؟ دويتي ما دويتي، قلتي ما قلتي، طلعتي هبطتي نزلتي، خاصة في هاد الايام تلفتي، ها عند مول البيض، ها عند حكيم ليبرتا، ها عند هذاك ديال سوريا. شفتي فين وصلتي؟ عاد غنجيو من بعد نقولوا علاش كتكذبوا على المغاربه وعلاش كتكذبوا على الناس، والناس شافوا مقاطع فيديو في الفيسبوك، مقاطع فيديو في اليوتيوب، شافوا جوج لايفات في التيك توك. سعيد برنوس قام بالواجب لا اقل ولا اكثر. سطر لي على لا اقل وسطر لي على لا اكثر. في الفيسبوك سير لواحد المنصه ديال واحد خونا مازال خصني نتحاسب معاه لان كيدخل شي حويجات اللي ما عندهاش علاقه بيا كيديرها، سميتها ابرنوس لايف ولا ما عرفتش داكشي، كاينه تما. وهذه 3 ايام فايته، 3 ايام يعني هذه 4 ايام. وسير اليوتيوب، انت دوزتي لهم وحده في اليوتيوب كتقول لهم شتي عاود التدليس اكولا سنوس، شتي التدليس اللي درتي. مشيتي جبتي واحد المقطع انا قطعته من واحد الصفحه سميتها نورث افريكا كاينه في اليوتيوب. هذيك الصفحه ماشي نتاعي، العنوان داروا هذاك خانه، انا قطعت المقطع باش نبين بانه درت لايف ودويت في الموضوع في اطار الواجب لا اقل ولا اكثر. مزيان، ولكن اللي مهم عندي ماشي هو هذا، ماشي انا انفي او لا انفي، لا، اللي مهم عندي كيفاش اتفقتي انت وسعيد بارصا وبابار والكراغله ويوبا بوغديون والريحيون على موقف واحد تجاه ابن عمكم سعيد برنوس. وقول لهم مع من راك خدام ولا من راك تخدم ولي صالح، واش غير مرض نفسي، واش غير عقاد، واش غير لان حقدا انت مستعد تضرب في البلاد وفي المصالح نتاع البلاد. حقدا فيا وعليا انت مستعد تضرب في اي حاجه في البلاد.
والدليل انك ضربتي في الجامعه الملكيه لكره القدم. ها هو التسجيل، سمعوا الاخوه. سمعوا. واحد اكرم كيجي كيقول علاش ما تسجلتوش مع ولاد الشعب، ولا وليتو كتعتبروا راسكم انتم الفي اي بي ولا من المسؤولين. وهنا كنوجهوا واحد الرساله للسي القجع، وما عرفتش واش المغاربه غادي يتفقوا معايا ولا لا. قضيه المؤثرين في التيران اكبر خطا. المؤثرين في التيران ما عندهم حتى شي تاثير. المؤثر مؤثر في الصفحه ديالو، المؤثر مؤثر قدام تليفونه، قدام كمبيوتر ديالو، قدام المشاهدين ديالو. التيران راه ديال الالترا، التيران ديال الالترا، ديال الرجاء وديال الوداد ديال اكادير ديال بركان. هادو هما اللي كيخدموا في التيران، وهادو هما اللي كيعطيونا الحماس في التيران. راه التيران شفنا الماتش واعر، ولكن شفنا الجمهور مدقدق مسالي، ما كاينش الجمهور. مزيان. اولا سي ياسر كولايور، اقسم بالله العلي العظيم لو انني لم احضر هناك لما قلت هذا الكلام. اقسم بالله العلي العظيم لو لم اكن هناك لما قلت هذا الكلام. معنى ان هذا الموقف ديالك ما مبنيش قراءه موضوعيه، وانا غنشرح لك علاش. الموقف ديالك حقد شخصي، وانا كنخليها شخصي لانه من بعد تقدر تبان شي حويجات اخرين اللي غيتكلفوا بها ناس اخرين ماشي انا. لان ملي كنشوفوا هذا التوحد اللي توحدتوه بهذه الطريقه هذه انت وبنيهيطك والعديان والخصوم والعدميين والزبلويين، صافي الامور راه كتدخل الشك. ولكن انا خليها غير في اطار هادي. واحد جوج، ياسر كولايور، انت وداك الحق ودون اللي كانوا كيقولوا لك نعم عندك الحق، ما فيها باس نقريك ونقول لك بان داك الماتش افتتاحي الملعب تحفه. فهمنا؟ هذاك افتتاحي ديال واحد الملعب تحفه، ملعب تبنى في سياق فيه واحد التحدي ديال دوله، ملعب استثنائي بشهاده الاعداء والاصدقاء. هذاك الماتش الافتتاحي خاص تحضروا الصحافه بمعنيها التقليدي والحديث. الاعلام التقليدي، تلفازات، جرائد، كذا، والحديث بمعنى السوشيال ميديا. راه ما كنتكلموش على كاس افريقيا صافي بدات المباريات وداكشي، فهاديك نقدر نتفق معك. وشحال من مؤثر دخل تما في ذاك الملعب؟ 65,000 متفرج، عمروها 200 ديال الناس. ها اش كنقول لك؟ الحقد ديالك الشخصي اعماك، وكانك كنت ترى ان ذاك 65,000 مؤثر كانوا تما بين 100 و200 ديال لما كنقول مؤثره راه غتسميه، انا بالنسبه لي كنسميه انا اعلام بديل. كيوصل الميساج، كيوصل لومبيونس، كيوصل المنجز، كيوصل الحدث، كيوصل التفاصيل. بشويه الله يحفظكم.